الله مرحب بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكل المشتركين، منوريني ومشرفيني دائما. الله يسعدكم يا رب. المو مشتركين فضلا وليس أمرا اضغطوا على زر الاشتراك. الليلة مع بعض هنعمل وصفة مرة حلوة. تستخدم مع الدخان السوداني، وحتى لو بتستخدميها من غير الدخان برضو حلوة، بتساعد في تفتيح لون البشرة وترطيب الجسم. قبل ما نبدأ الوصفة نصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وصفتنا لليوم هي خلطة الدخان أو لون المانجا، زي ما بنقول لها في السودان لون المانجا. خلطة مرة حلوة بأشياء كلها حاجات طبيعية. وصفتنا لليوم. يلا الأول شي بنبدأ بالشمع. عندي هنا الشمع، الخلطة من هذه المكونات: الشمع وده المحلب. اللي ما يعرف ده هو المحلب، ده الحب منه المحلب. ده المحلب الحب منه، وده المطحون من المحلب. المحلب له فوائد كثيرة للبشرة، فهو يساعد في تفتيحها وإزالة الجلد الميت. وعندي زبدة الشيا، وهنا مسك مطحون وكركم. مسك مطحون وكركم وصندلية، عطر العنود صندلية، دي صندلية مرة حلوة. وخام منها الخام من الصندلية. وهنا عندي زيت الزيتون. يلا حتى البنات لو عاوزين يستخدموها عادي يستخدموها، لكن يعني ما يحطوا فيها العطر. يلا مع بعض نشوف كيف هنعمل خلطة لون المانجا أو خلطة الدخان لتفتيح البشرة. أول شي حطيت الشمع مع زبدة الشيا، أخليهم يذوبوا. تكون نار هادئة، يا تحطيه على نار هادئة يا إما تكوني حاطة موية حارة وتحطي فيها القدر أو الحلة اللي حتدوبي فيها الشمع مع زبدة الشيا. يلا حتى لو ما في زبدة الشيا، هناك في السودان عندنا شيء اسمه الودك، ان شاء الله هعمل لكم فيديو عنه. تحطي بدل الزبدة تحطي الودك، برضو حلو. واجي احط بعد ما خلاص ذوبت الشمع مع زبدة الشيا، اجي احط المحلب مع الكركم والمسك. يلا يا حبايب، خلطة مرة حلوة والله، يعني لو جربتوها هتعجبكم ان شاء الله. وحاجات كلها طبيعية، يعني حتى لو ما نفعت مع الواحد وهي بتنفع ان شاء الله، يعني ما بتضره. بعد ما خلاص حطيت المحلب، اجي احط الزيت، اقلبهم كلهم مع بعض حتى ما امزجهم كلهم مع بعض الاشياء. يلا بعد ما امزجهم كلهم مع بعض خلاص. آه يلا مع بعض نشوف كيف هنكمل خلطة لون المانجا. المحلب مرة مفيد، برضو هعمل لكم فيديو عن المحلب وفوائده للبشرة وطريقة استخدامه. خلاص بعد ما نزلتها دي خلطتي بقت جاهزة. اجي احط عليها الصندلية. يلا وكريم مياس، كريم مياس ما تحطيه فيها لما تكون على النار الا بعد ما خلاص تنزليها الصندلية. وكريم مياس للدخان، تاخدي منه جزء شوية احطه مع الصندلية، واجي امزجهم مع بعض، اقلب الخلطة زي ما شايفينها يا حبايب. خلطة مرة حلوة وسهلة وبسيطة، افضل من كريمات التفتيح. ومع الدخان بتدي لون مرة حلو. اللي ما يعرف طريقة الدخان السوداني، هخلي الفيديو طريقة عمل الدخان السوداني في أول التعليق مثبت. دي خلطتنا صارت جاهزة منه تعمليها مشروع. خلطتنا جاهزة للاستخدام. دي الخلطة خلاص بقت جاهزة لاستخدام، كلها حاجات طبيعية ومفيدة للبشرة. المحلب مرة مفيد، يعمل على إزالة الجلد الميت من البشرة، ويساعد في تفتيح لون البشرة.